الحمد لله الحكيم العليم العلي العظيم ذي الفضل العميم والجود القديم الذي ابتدأ الإنسان بالنعم فرادى ومثنى وخلقه في أحسن تقويم بعد كونه نطفة من مني تمنى وخصه بميزة التشريف والتكريم أهله لتلقي خطابه وهيأه لتحمل فرقانه العزيز وكتابه. وقد قال سبحانه وتعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد المعظم ورسوله المصطفى المكرم المخصوص بالكتاب والفاتح لأولي البصائر بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج القاطعة القاهرة، مستغلقا ذاك الباب فأوضح السبيل للسالك، فلن يهلك على الله بعد بيانه إلا هالك، وأن بسلوك ذلك الباب لمن حقت عليه كلمة العذاب. وقد قال سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وفي هذه الحلقة ما زلنا مع السيد محمد تيسير الظبياني الكيلاني، صاحب جريدة الجزيرة التي كانت تصدر في سوريا في دمشق. ووقفنا عند دعوة السيد حيوتي في أسمرة لدعوة كريمة للاحتفاء بهذا الضيف الكريم، فكتب هذا الخطاب، خطاب دعوة، يقول فيه: حضرات الأفاضل الكرام، نرجو تشريفكم لمحلنا لتناول الشاي في يومنا هذا الخميس 4:00 بمناسبة حضور ضيف كريم من أهل العلم الجليل السيد محمد تيسير ظبيان الكيلاني، صاحب جريدة الجزيرة في دمشق، أسمرة في 2 يوليو سنة 1936. إذن هذه المنطقة معروفة وقديمة ويشهد لها التاريخ. الداعي هو أحمد حسين حيوتي، هو الذي دعا هذا الضيف الاحتفاء به. وقد توجهت يقول هو تيسير الظبياني الكيلاني، يقول: قد توجهت في الموعد المضروب إلى منزل المذكور فرأيته خاصا بحضرات المدعوين، وهذه أسماءهم من وعته الذاكرة. هذا سجل إنه الذين كانوا حضروا هذه الدعوة الكريمة من أعيان ومشايخ أسمرة أو إريتريا، منهم عمر محمد شعبان، وأزماش حسن علي، والشيخ عبد محمد عباسي، وأبر حقوس، والسيد إبراهيم هاشم، وباشاي إبراهيم موسى، والشيخ محمد سعيد حبونة، والشيخ حامد طاهر، وباشاي عبد محمد زينو، خليفة إمام موسى، خليفة عطا إبراهيم صالح، بلاتة أبو بكر، خليفة محمود محمد حق الدين، الشيخ عبد القادر محمد صالح كبيري، باشاي عبد الله عمر الدين، باشاي حسن عبد الواحد، خليفة عبد الله موسى، خليفة حامد عبد الله منتاي، خليفة البشيري، خليفة أبو بكر برهانو، خليفة محمد عمر قاضي،
باشاي محمد علي فكاك، باشاي عبدو، الشيخ محمد أحمد با شماخ، الشيخ محمد أحمد با مشموش با مشموس، الشيخ علي يحيى الهمداني، الشيخ عبد الله صالح، الشيخ أحمد غالب، الشيخ سالم با حكيم، الشيخ سالم با عقيل، الشيخ أحمد دره، الشيخ فارح، الشيخ أحمد با حبيش. هذه الوفود التي حضرت الدعوة الكريمة التي وجهت من قبل حسين حيوتي للاحتفاء والاحتفال بالضيف الزائر لأسمرة، وهو محمد تيسير ظبيان الكيلاني صاحب جريدة الجزيرة التي كانت تصدر في دمشق في ذلك الوقت من القرن الماضي. وكذلك حضر صالح معلم والشيخ عثمان إمام المسجد، إمام مسجد خلفاء الراشدين، يعني ما يقارب الذين حضروا 35 شخص. وبعد أن رحب الحاضرون بمجيئي يقول هكذا، هذا الكلام سجل في كتابه مشاهداتي في ديار الإسلام الحبشة المسلمة، هكذا كتب هذه المذكرات. وبعد أن رحب الحاضرون بمجيئي أخذوا يسألونني عن أحوال بلادنا، ثم طلبوا إلقاء كلمة بهذه المناسبة، فوقفت وارتجلت كلمة تنطوي على هذا الشيخ محمد تيسير ظبيان الكيلاني. يقول هكذا: أولا دعوتهم إلى التوحد والاتحاد والتضامن ونبذ الخلافات، السعي والعمل والتشمير عن سواعد الجد للحاق بالأمم الراقية، الاعتصام بأهداب الدين الحنيف الذي يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن المنكرات. رابعا وجوب ارتشاف مناهل العلم هو الذي يرقى بالمجتمعات. خامسا الانكباب على تعليم اللغة العربية وعلوم الدين ونبذ اللغات الأعجمية كالتجرينية والأمهرية. كان يعرف ذلك أن تخلف الشعوب بتخلفها في اللغة الحية، ومن اللغات الحية هي اللغة العربية، لذلك يقول عليكم بالتعليم اللغة العربية وعلوم الدين ونبذ اللغات الأعجمية كالتجرينية والأمهرية وغيرها من اللغات التي جاءت مع المستعمرين كالإنجليزية وإيطالية. قال: ثم عربت عن دهشتي استغرابي لعدم وجود جمعيات خيرية، وما زال حتى الآن لا توجد جمعية خيرية في إريتريا، الشعب يعيش في ضيق وضنك. فيقول: على الأقل مساعدة البؤساء والمساكين والمحتاجين. هذا الكلام عام 1936، يعني بلد كان فيها فقر، ويقول هو لا توجد جمعيات خيرية تتعاون مع بعض لمساعدة البؤساء والمساكين والمحتاجين. وبعد انتهاء الكلام وقف الشاب السيد عبد القادر كبيري من مكارم التجار وألقى كلمة بلغة عربية فصيحة تفيض عاطفة طيبة وشعورا كريما. هذا عبد القادر كبيري رحمه الله كان فصيحا يتكلم اللغة العربية واللغة الإيطالية واللغة الأمهرية. فيقول: ألقى كلمة وهو من كرام التجار، وألقى كلمة بلغة عربية فصيحة. ثم انفرط عقد الاجتماع بعد أن قدم لي فريق من الحاضرين بيانا بأهم المطالب، بأن قدم لي فريق
من الحاضرين بيانا من بأهم المطالب ينتظرون تحقيقها. أولا المعارف في أريتريا. قال لاحظت، هذا محمد تيسير ظبيان الكيلاني صاحب جريدة الجزيرة الذي زار إريتريا عام 1936، يقول: لاحظت أثناء الاجتماعات المتكررة بوجوه المسلمين أنهم لا يرسلون أبنائهم إلى المدارس الحكومية ولا يوجد غيرها، وذلك لعدم عنايتها بتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي. لذلك كان طلاب هذه المدارس من الأحباش المسيحيين والإيطاليين فقط. المسلمون من ذلك الوقت وقفوا ضد عدم تعليم أبنائهم باللغة العربية، فحينما فرضت اللغة الإيطالية أو اللغة الأمهرية تجنب المسلمون في إرسال أبنائهم إلى هذه المدارس. ويقول: وقد طلبت من الحكومة أن تسهل لي زيارة المدارس. وفي يوم الثلاثاء الواقع 30 يونيو 1936 قمت بهذه الزيارة، وقد سحبني الدكتور فرانكي مدير قلم المطبوعات والأستاذ أسعد، فزرنا أولا المدرسة الكبرى حيث استقبلنا مدير المدارس العام، ووظيفته تماثل وظيفة مدير المعارف، وهو شاب إيطالي، وقد علمنا منه أن المدرسة مقفلة الآن بمناسبة العطلة الصيفية. مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله أصحابه الكرام. أهلا وسهلا بكم بعد فاصل قصير نواصل ما انقطع من الحديث، وما زلنا في مشاهدات لضيف إريتريا الكريم، وهو الأستاذ محمد تيسير ظبيان الكيلاني صاحب جريدة الجزيرة التي كانت تصدر من دمشق في سوريا، وزيارته كانت في 2 يوليو عام 1936 من القرن الماضي. فيقول: طلب من الحكومة أن تسهل له زيارة المدارس، ولكن للأسف الشديد أن المدرسة كانت مقفلة بمناسبة العطلة الصيفية. حديثه فيما يلي يقول: المدارس في إريتريا على نوعين: مدارس خاصة بالإيطاليين، وهذه تسير على الأصول والقواعد المتبعة في مدارس إيطاليا نفسها الدولة. مدارس خاصة بالأهليين، وهي موجودة في المراكز الآتية: أسمرة، جندع، مصوع، عد وقري، سجنيتي، عد قيح، كرن، أقردات، عصا. هذه مدن كانت مدن حية في إريتريا في ذاك الوقت، وهذه فيها مدارس خاصة، وخاصة المعاهد الإسلامية. ويقول: في هذه المدارس الخاصة هي كانت موجودة في أسمرة وهي عاصمة إريتريا، وجندع ومدينة مصوع وهي ميناء، وعد وقري، وسجنيتي، وعد قيح، وكرن، وعصب. وهذه المدارس أنشئت للمسلمين والمسيحيين من الأحباش على السواء، وتدرس فيها العلوم الآتية: المدارس الأهلية التي أنشئت في المدن المذكورة سابقا، تدرس اللغة الإيطالية والجغرافيا والتاريخ والعلوم الطبيعية والحساب والرياضة البدنية. وكذلك توجد مدارس صناعية لتعليم الطباعة،
فالإيطاليون بنوا أو أنشأوا مدارس خاصة لأبنائهم حتى لا يختلطون بأهالي المنطقة، فحتى كانت هنالك يعني شوارع وقهاوي خاصة بالإيطاليين. فهكذا كانوا، ولكنهم ذهبوا كما ذهب غيرهم، وبقت الدولة لأصحابها. ويقول وهذه في مدارس صناعية لتعليم الطباعة والنسق على الآلة الكاتبة والتلغراف والميكانيك والتجارة، هذه مدارس صناعية. وتوجد مدرسة زراعية في عد وقري، هي مناطق زراعية. عد وقري هي في جنوب إريتريا، فكانت فيها مدرسة زراعية. وكذلك وتدرس اللغة العربية في المدارس التي يكثر فيها عدد الطلاب المسلمين اللغة العربية، وإلا فيستعاد عنها بالتجرينية والأمهرية. إذا كان عدد المسلمين أقل أو عدد أبناء المسلمين الطلاب في هذه المدارس أقل، كانت تدرس أو بالتجرينية أو الأمهرية. أما إذا كان عدد أبناء المسلمين كان كثير، فتدرس أو تدرس باللغة العربية. ولما ذكرت لهم شكوى المسلمين، يعني هو ذكر للحكومة هناك شكوى للمسلمين من عدم الاهتمام بتعليم اللغة العربية، اعترف لي بأنه يوجد شيء من الإهمال في الأعوام الأخيرة لعدم وجود أساتذة أكفاء، ولكنه تلقى تعليمات جديدة تقضي بوجوب العناية التامة باللغة العربية. هذا في عهد الإيطالي، هم يعرفون مكانة اللغة العربية في المجتمع الإريتري، ولكن يريدون تهميش اللغة العربية بهذه الأسباب الواهية: عدم وجود أساتذة أكفاء، ولكنه تلقى تعليمات جديدة تقضي بوجوب العناية التامة باللغة العربية. وتعد مدرسة أسمرة أكبر هذه المدارس وأرقاها، فهي تضم 1100 تلميذا، بينهم 130 فقط من المسلمين. في هذه المدرسة عدد المسلمين كان 130 فقط من المسلمين، وهناك كتاتيب قرآنية صغيرة تمدها الحكومة بالمساعدة ولا تشرف عليها إلا من الناحية الصحية. ويقول ولما سألته عن السبب في إهمال تدريس الديانة الإسلامية أظهر استغرابه وقال: بالعكس، نحن نعنى بعناية خاصة بتدريس الديانة الإسلامية التي يزداد فيها عدد طلاب المسلمين. ففي المدارس الآتية يوجد أساتذة لتعليم الدين الإسلامي خاصة، وهي مدرسة مصوع وكرن وقردات وعصب، كانت مدارس للمكنن، وهذه المدارس على ذلك أممت من قبل الحكومة الإثيوبية، فكانت مدارس بادري، هذه مدارس إيطالية درس فيها عدد من المسلمين. وبهذه المناسبة شكى لي مدير المعارف ما يلقاه من الصعوبات بعدم تعدد الأديان والطوائف في المدارس، فهنالك المسلمون واليهود والكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. ولما كان النظام الإيطالي يقضي على الطلاب أن يستهلوا أعمالهم بالدعاء قبل مباشرة دروسهم، فقد اضطر المدير المذكور أن يضع دعاء يلائم جميع الأديان، يعني دعاء هو أصل دعاء كنسي، ولكن وجود هذه الديانات كما يقولون الديانات اليهودية والإسلامية وكذا، فاخترع دعاء يلم هذه الكيانات الدينية، فيقول أن يضع
دعاء يلائم جميع الأديان والطوائف ولا يتعارض مع تعليمها وقواعدها، فهكذا. وقد أردت أن أداعبه، يقول هكذا محمد تيسير ظبيان الكيلاني، وقد أردت أن أداعبه فسألته أي وطن تعني في هذه الدعاء. يعني الدعاء يقول يا رب بارك لي أعمالي في هذا اليوم واحفظ والدي ورؤسائي ووطني. فقال له ماذا تقصد بالوطن، الإيطاليا أم أريتريا؟ فأجابني ضاحكا كلاهما وطن واحد. إذن فقدان أساتذة اللغة العربية كان سبب من أسباب عدم تدريس اللغة العربية في المدارس التي أنشئت في العهد الإيطالي. وقال لي أيضا بمناسبة كلامنا عن اللغة العربية إن أشد ما نلقاه هو عدم وجود أساتذة أكفاء لتدريس اللغة العربية، ونفس الحجة التي موجودة الآن في الحكومة القائمة، يحتجون بعدم وجود أساتذة أكفاء يدرسون اللغة العربية. ويقول وقد اضطررنا هذا الإيطالي أن نستعين في إحدى المدارس بأحد ليقوم بتدريس هذه اللغة، لأن الحكومة احتاجت إلى الأستاذ المختص وعهدت إليه ببعض أعمال الترجمة. الذي كان يدرس اللغة العربية احتاجت إليه الحكومة الإيطالية المحتلة لإريتريا، وكان هنالك مكان شاقر لتدريس اللغة العربية للأبناء المسلمين في المدارس التي أنشأتها الحكومة الإيطالية. وقلت له إن البلاد العربية وخصوصا سوريا ومصر تعج بالشباب الناهض المثقف حملة الشهادات الذي يمكنهم إعطاء الدروس العربية ويمكنكم الاستفادة منهم والاستعانة بهم بهذا السدد. هذا يقترح لهم أن يأتوا بأساتذة أكفاء من البلاد العربية، وخاصة الجيران الأقرب وهو السودان في ذلك الوقت كان فيه أساتذة أكفاء. فيقول مدارس خاصة للمسلمين. ثم سألته عما إذا ممكن إنشاء مدارس حكومية خاصة بالمسلمين دون غيرهم، فقال لي هذا أمر متعذر. لماذا؟ إذ أننا نضطر حينئذ لإنشاء مدارس خاصة أيضا لأبناء الطوائف الأخرى، وفي ذلك من الصعوبة ما فيه. يعني كل طائفة كذلك تطالب بإنشاء مدارس خاصة لها. قلت له إذن فلا تمانعون في إنشاء مدارس أهلية خاصة. ويريد أن يستدرجه هذا الإيطالي ويقول له إذن فلا تمانعون في إنشاء مدارس أهلية خاصة بأبناء المسلمين. قال إن الحكومة لا تعارض في ذلك، ولكن لم يتقدم حتى الآن من المسلمين أحد بهذا الطلب. هكذا كان يناقش هذا الرجل الذي كانت له حمية للغة العربية وللدين الإسلامي، هذا المسؤول الإيطالي، وكان يناقشه هكذا. أقردات. قيل لي إنه من الضروري جدا زيارة مدينتي أقردات وكرن، لأنهما مدينتان إسلاميتان كبيرتان واقعتان في الشمال الغربي من أسمرة. وكانت كرن وأقردات متأثرة بالجو الإسلامي في ذلك الوقت وحتى الآن، ولكن المؤامرات تركت من هذه المدينة بعدا ثقافيا آخر، وشتت المثقفون في ذلك، ومنهم من ترك البلاد وذهب مهاجر، وأغلقت المدارس والمعاهد التي كانت تعتني باللغة العربية وبالثقافة الإسلامية. يقول في صباح الخميس الواقع في يوليو أخذت القطار الصقير المعروف هنالك باسم
للترينة هو يعني كابينة هي مجهزة باص على سكة حديد، وهو عبارة عن عربة صغيرة فقط تستوعب نحو 30 راكبا، والطريق بين أسمرة وقردات مخيف جدا، لا سيما لمن يجتازه لأول مرة، لأنه عبارة عن خط حلزوني يتألف كله من أخواخ ومنحنيات وانحدارات مزعجة. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقات استودعكم الله وألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.